مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم معانا وحلقة جديدة وتحيا مصر على شاشة الفضائية المصرية. الحقيقة أن إجراءات الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا توفير سكن كريم لكل مواطن، الحقيقة أخذت فيها خطوات إيجابية جدا جدا، ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها اللي بتناسب كل فئات المجتمع الحقيقة كانت من أهم المشروعات القومية اللي نفذتها الدولة، وده طبعا حقق منفعة كبيرة جدا لكافة القطاعات في المجتمع المصري. فالنهارده إن شاء الله بنتكلم عن مشروعات الإسكان، مشروعات الإنتاج، ويعني لكن بنخص أكتر النهارده بالذات مشروعات الإسكان مع ضيفنا العزيز مهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد. أهلا بيك يا فندم. وزي ما قلنا في البداية مشروعات يعني البناء في مصر كلها الحقيقة شيء نفتخر به جدا جدا. الحمد لله. مدن الجيل الرابع اللي ظهرت بمستوى الحقيقة فخم جدا وبنية تحتية عظيمة جدا. فحضرتك كيف ترى هذا الإنجاز الكبير؟ والله اللي انا شايفه ان يعني مصر قعدت عندها بتعاني من ازمات تلو ازمات. القياده الحاليه تصدت، وكان الحمل صعب جدا. النهارده ده البلد بيزيد فيها تعداد سكانها من 2 ل 3 مليون سنويا. طيب الناس دي يعني ال 2 3 مليون دول ما عايزه خدمات وعايزه شقق. ال 2 3 مليون بعد 20 سنه 25 سنه هيبقوا عرسان، وكل اتنين عايزين شقه، عايزين مليون شقه كل سنه. عايزين طرق، عايزين وسائل نقل، عايزين مدارس، عايزين جامعات، عايزين كافة مستشفيات، الخدمات كافه طبعا. الخدمات. الدوله تصدت وتصدت وبقوه، ويعني غير مسبوقه، بطريقه يعني كل العالم بيبص لها باعجاب. إذا كانت الأفارقة أو العالم الأوروبي، العالم الغربي بيبصوا للإنجازات اللي بتعملها مصر فعلا بإعجاب شديد. تمام، هنطلع لفاصل نرجع مع حضرتك بقى نبتدي نستعرض كافة إن التفاصيل شاء في الله. المشروعات القومية الكبرى اللي تم تنفيذها. اتفضلوا. قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات المحركة والدافعة لنمو الاقتصاد المصري، في ضوء المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في العديد من المدن الجديدة، وخاصة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية. يفتح تطوير وتوطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء في مصر آفاق عمل واسعة أمام القطاع الخاص، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، كما أنه يأتي في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية، مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توطين صناعة مستلزمات قطاع التشييد والبناء، وتزداد آفاق امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، وتقضي على الفجوة الاستيرادية، كما تساعد على توفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات التنمية الشاملة بمصر في ضوء ارتفاع أسعار الخامات عالميا ومشكلات سلاسل الإمداد. تضم خطة توطين صناعة مستلزمات قطاع البناء والتشييد تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في إعداد وتأهيل خريجي المدارس الفنية، والتي ستزيد من حصولهم على درجة عالية من التدريب والتأهيل، لينعكس إيجابياً على الإنتاج ويدعم وجود عمالة متميزة بالدولة المصرية. أهلا بكم معانا مرة تانية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. وهنبتدي بواحدة من أهم المشروعات، العاصمة الإدارية الجديدة. حضرتك بتشوف أن مصر كانت بحاجة إلى بناء عاصمة إدارية جديدة؟ بالتأكيد.
ده كان يعني مطلب توجه من 50 سنه بنتكلم في ان احنا عايزين عاصمه جديده، والخروج من القاهره المزدحمه لصحراء مصر الواسعه، ان احنا نعمل عاصمه يبقى التكدس السكاني والتكدس الاداري والتكدس المروري والتكدس يبقى يعني نفرغ العاصمه القديمه. وده اللي فعلا بدا يتم بالفعل. دلوقتي تقريبا في اكتر من 15 وزاره تم نقلهم بالكامل، بالاضافه لمصالح تانية حكوميه كتير اتنقلت للعاصمه الاداريه. هو طبعا عشان الدولة تفكر في مشروع العاصمة الإدارية، أعتقد ما كانش التفكير في عملية البناء فقط، لكن كان لازم تفكر في الطرق اللي هتوصل لهذا المكان، كانت بتفكر في وسائل النقل، في البنية التحتية المطلوبة عشان تقام عاصمة على مستوى لا، هي ما نفخر فكرتش، هي بيه. نفذت. اه هي طبعا احنا فكرت هنتكلم ونفذت ان فعلا وقت يعني. التفكير كان التفكير مش فقط في عملية البناء، اه ولكن طبعا. تفكير في محاور كتيرة جدا مرتبطة بوجود العاصمة الإدارية بنية الجديدة. تحتية وطرق ومساحات خضراء خدمات وشبكات خدمات وشبكات انترنت وشبكات يعني هي من احدث يعني هي تعتبر يعني اكبر مدن الجيل الرابع اللي بتمتع بخدمات يعني هنسميها مدينه خضراء. هي مدينه خضراء يعني تعتبر من المدن الخضراء اللي موجوده في من بدايه المدن، من اكبر المدن الخضراء اللي بتتعمل في العالم حاليا هي العاصمه الاداريه في مصر. لكن يا فندم طبعا نقول الوقت اللي اتنفذت فيه العاصمة من ناحية البناء ومن من ناحية تنفيذ الخدمات المرتبطة بيها والبنية التحتية المرتبطة بيها، بتشوف حضرتك ازاي الوقت اللي تم فيه هذا الإنجاز الكبير؟ طبعا يتم انجاز بالمنظر ده في الوقت القياسي ده يعني انجاز غير مسبوق من حيث المده. النهارده اللي بيتعمل النهارده يعني قد يرى البعض او قد يرى المختصون ان احنا عملنا ان الدوله عملت اكتر من اللي مطلوب النهارده للعاصمه الاداريه. في خط قطر سريع موجود، كهربائي سريع. أيوة. فيه عده محاور طرق اتنفذت، بيتنفذ حاليا القطر السريع اللي هيربطها بباقي مدن وعواصم الجمهوريه. يعني في هذا المجال هي سابقه المخطط بتاعها. عاصمه ومباني اداريه كده بدا فعلا التسكين تم من على مدار سنة 23. فيه وزارات كتير اتنقلت طبعا. فيه جهات إدارية كتير اتنقلت، فيه بنوك بدأت تفتح، فيه جامعات اشتغلت، فيه مدارس اشتغلت، فيه بدأ تسكين يتم في الكومباوندات اللي تم تتنفذ. وقد ايه ده هيأثر على انه يفرغ القاهرة من الازدحام والتكدس ويعني أعتقد مشاكل بدأنا كتيرة نلمسها قوي. في وسط القاهرة. بدأنا نلمس في وسط القاهرة فعلا. الحركة بقت أيسر في وسط القاهرة. الحركه بقت ايسر على العاملين. في البدايه طبعا بدايه يعني هو موضوع معقد وموضوع صعب جدا ان انا انقل نص مليون بني ادم مباشره للعاصمه الاداريه وانقل اعمالهم للعاصمه الاداريه. لان الناس كانت مترتبه، اللي ساكن في غرب القاهره واللي ساكن في شرق القاهره واللي ساكن في فطبعا اللي بيتكبد مواصلات الى ان تترتب اموره ويرتب اموره وامور مدارس ولاده وينتقل للعاصمه او لاماكن قريبه من العاصمه الاداريه. شفنا في التقرير ان الدولة قامت بدور عشان تعمل على توطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء، فحابين نعرف ايه القرارات اللي اتخذتها الدولة والاجراءات لتوطين هذه الصناعة طبعا، واللي هيكون ليها اثر يعني ايجابي على الاقتصاد لا القومي. في تشجيع طبعا لصناعات التشييد والبناء، وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات. يعني ايه توطين الصناعات؟ انا بستورد خامات، بستورد ابواب، بس ما نصنعها في مصر. وده كان مردود طبعا. احنا عدا في الخمس شهور الاولين في 2023 صناعات مواد البناء وصلت 3 مليار 234 مليون دولار. المفروض ان كان يعني كانت قد تصل في 23 8 مليار دولار صادرات صناعات مواد بناء، اللي هي السنه اللي فاتت كانت 6.9 مليار.
في 2023 ممكن تبقى توصل ل8. هل احنا قدرنا نوصل لتوطين الصناعه في كافه مستلزماتها، ولا لا طبعا، اختصينا لا باجزاء لا لا, معينه؟ لا طبعا، ده امر استحاله طبعا ان في بلد يبقى فيها تصنيع توطين يبقى فيها الصناعه بنسبه 100%. اه العالم بقى قريه صغيره مفتوحه على بعضها. مش لازم ان انا يبقى عندي كل المنتج، يعني مش لازم يبقى عندي صناعه عربيات. طب انا النهارده ممكن يبقى عندي 40%، 30%، 30% توصل 40، توصل 50. انما ما اقدرش اصنع يعني اعتقد حتى امريكا ما تقدرش، والصين طبعا ما تقدرش طبعا. تصنع بنسبه 100% من منتجاتها في اي مجال. ايوه. عظيم. يعني حابين برضو نروح ان مشاركة القطاع مش في مشروعات البناء فقط، ولكن كانت في مشروعات اخرى بتحقق انتاج وبتحقق عائد كبير. حابين نعرف برضو مشاركة قطاع التشييد والبناء قطاع في تشييد المشروعات البناء الاخرى. كل ما تراه العين على الارض اه. وتحت الارض فهو لازم يبقى صناعه بمقاول، يعني تشييد يعني بناء. النهارده الموضوع اللي احنا بنشوفه قدامنا اسكان، لا، اللي تحت الاسكان فيه طرق، وتحت الطرق فيه شبكات ميه وصرف وكهرباء وشبكات اتصالات. كل الكلام ده كله بيعمله قطاع التشييد. قطاع التشييد ما بيشتغلش اسكان بس، بيشتغل اسكان وبيشتغل الطرق وبيشتغل سكك حديديه وبيشتغل مواني. بيشتغل البنيه التحتيه. البنيه التحتيه بتاع الزراعه. هو انا النهارده لو رايح اروح الصحراء مش عايز اعمل لها طرق، طبعا وعايز اعمل طبعا شبكات ميه، طبعا. وعايز ادق ابار، وعايز اعمل خطوط توصيل ميه، عايز اعمل ترع. القطاع التشييد بيشتغل على الكهرباء. اللي عمل شركات توليد ما هم مقاولين، واللي عمل شركات النقل مقاولين، واللي عمل شركات، يعني كل الكلام ده. شبكات الماء والصرف في البلد كلها. الابنيه اللي كانت جامعات، ان كانت مدارس، ان كانت مستشفيات. لا، في كافة الخدمات اي حاجه، المطلوبة اي طبعا. حاجه على وش الارض بتعملها قطاع التشييد. في مشروعات البنية التحتية يا فندم، أعتقد أن كانت في يعني أجزاء من هذه يعني الاحتياجات، سواء للصرف، للمية، للكهرباء، كان عندنا فيها مشكلة، وقدر يعني المشروعات الجديدة أنها تسد الفجوة دي بشكل كبير جدا. ممكن يكون مثلا زي مسألة الصرف الصحي. لا، عدة محاور. لان هي آه النهارده كان في جزء كبير من القرى المصريه قد لا يتعدى مش القرى اللي هنسمى مثلا، لو قلنا مش مدن. القريه، المدن ما آه كانتش متغطيه بالكامل. آه القرى ما كانتش متغطيه خالص او نسبه بسيطه منها. النهارده المستهدف في عده مشاريع وعده محاور بتشتغل على توصيل الميه، ميه الشرب النظيفه. طبعا. الصرف الصحي، صحي. دي كانت عشان يعني الاهتمام بصحه في المواطن، فكان لازم الصرف مدن الصحي. كتيرة لا محرومة من لا الصرف الصحي. القرى، المدن اعتقد كده خلصنا، او يعني بنسبه كبيره جدا. انما القرى شغالين على القرى نفسها النهارده صرف صحي. مشروع حياه كريمه الغير مسبوق. ده اللي حابين برضو نعرف رؤية حضرتك لهذا المشروع اللي قدر يطور من الريف المصري والقرى والنجوع بشكل يعني لم يسبق له مثيل في تاريخ لا، يعني دي يعني الدولة المصرية. ده قرار مقاتل. اه قرار مقاتل عشان اخد قرار النهارده ان انا ابدا اطور الريف المصري بالكامل حياه كريمه. ان انا بدخل المركز او احد المركز اللي بيدخل تطوير من تبطين ترع، ميه وصرف، كهرباء، مدارس، مراكز شباب، اعاده تاهيل مباني السكن، وحدات صحيه. يعني القريه بتصلها الخدمات، المدينه بتصل للقريه في جزء في المرحله الاولى بنفس المستوى بنفس وبنفس المستوى الكفاءة بالتاكيد. أكيد. كان سؤال يا فندم أنه هل في العاصمة الإدارية مشروعات الإسكان الاجتماعي أيضا مطروحة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ الاسكان الاجتماعي بالمفهوم اللي احنا عارفينه زي دار مصر وسكن في مدينه مصر لا دار مصر ده مش اسكان اجتماعي. انما اللي بيتبنى اللي يعني هنسميه اصحاب الدخل المتوسط والاقل متوسط. دي في مدينه حدائق العاصمه التي تفصلها عن حديقه عن العاصمه الاداريه طريق القاهره السويسي. اتعمل هناك، مش اعتقد يعني ممكن الاعداد تفوق قد لا تسعني الذاكره، ممكن تفوق 60,000 وحده سكنيه ما بين اللي اتسلمت واللي تحت التسليم واللي تحت التنفيذ. عظيم. مشروعات الاسكان باختلاف
يعني طبقاتها آه. او باختلاف مسمياتها كمان، سواء سكن مصر، دار مصر، جنة، بدائل عشوائيات بدائل ما ننساهاش لان ده عشوائيات، رقم كبير اسكان جدا. الشباب. بتشوف ان المشروعات دي لبت كافة احتياجات كافة طبقات المجتمع، ولا مازال ممكن في طبقات محتاجة يعني مشروعات ب يعني شكل معين ودعم بشكل معين؟ لا طبعا لبت، لان الدوله لما دخلت تنفذ يعني الحقيقه دخلت بقرارات كانت قويه جدا في ان انا ابدا افتح اعمل اعلان لكل من له رغبه عشان ياخد وحده سكنيه كان بيتقدم، ومش في القاهره ومش في العاصمه الاداريه ومش في المدن الجديده، ده على مستوى حتى المحليات اتعمل فيها اسكان. فانا اعتقد ان في المرحله الحاليه ممكن يكون مغطين اكتر من 95% من الطلب على الوحدات السكنيه، الا ان ستستمر مصر النهارده الزياده السكانيه فيها من اعلى المعدلات العالميه. هبقى انا مصر النهارده انا متوقع ان انا النهارده عشان لو رجعت ورا 25 سنه 25 سنه دي كان في زياده 1.5 مليون، فانا عايز لهم النهارده 750 الف شقه. ايوه طبعا. ماشي. لا يعني هيفضل في طلب على السكن، انما بنسبه كبيره غير مسبوقه عدد الوحدات اللي اتعملت في كافه القطاعات. يعني اشتغلنا في اسكان اجتماعي، في سكن مصر، في سكن لكل المصريين، في بدائل العشوائيات، لا يعني وبكميات كبيره جدا. لا والحقيقه في نقطه كمان مهمه، ان الطلب على الاسكان اللي بتقدمه الدوله الحقيقه يعني له ثقة كبيرة جدا عند المواطن. يعني طبعا. كافة الطبقات بتلاقي ان توجهها الاول ادور على الاسكان اللي بتقدمه طبعا الدولة. طبعا الدوله لما هتقدم، هو انا النهارده هو مش هيتعرض لضياع مدخراته بالظبط، مع حد غير جد، الثقة والامان ثقه والمستوى وامان. الحقيقة كمان. لا وهو المنتج نفسه النهارده الدوله عايز بتهتم بحاجه. كان الاسكان الاجتماعي ده بيتعمل ممكن يبقى 60 متر، اوضتين وصاله. الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا قال اقل حاجه عندي النهارده ان الاسره يبقى فيها الزوج والزوجه والابناء، وممكن يجي له ضيف والده او والدته، يبقى لازم يبقى في 3 غرف على الاقل، 3 غرف نوم، 3 غرف نوم بالاضافه للمعيشه. المساحات الخضراء بتتعمل فيه اهتمام بيها كتير جدا. ودي الحقيقة في كافة مراحل الإسكان المختلفة، سواء للفئة المتوسطة أو لإسكان الشباب، الاهتمام بالمساحات الخضراء الموجودة داخل المكان طبعا. اللي بتدي منظر جمالي مهم جدا، اللي هي جودة الحياة. الاهتمام بجودة طبعا. حياة المواطن دي موجودة بتراعى في كل مشاريع الإسكان اللي بتنفذها الدولة. دي حقيقة. حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا كمان، والدولة الحقيقة حققت فيها نقلة لم تتحقق في تاريخ مصر، وهي ملف العشوائيات. زي شفنا بقى زي حي الأسمرات وغيرها من المشروعات اللي كانت نقلة كبيرة جدا 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 في حياة هؤلاء المواطنين وفي حياة الدولة المصرية. فحابين حضرتك تشير لنا لهذا يعني أو هذه النوعية من المشروعات. هو كان لابد من النظر برحمة اللي بص لها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات المهمشة والفئات الفقيرة. الناس اللي هي لظروف الحياتية قد يكون السبب كان تقصير من الدولة، قد يكون تقصير لظروفهم. الناس اللي ساكنة في سكن غير آدمي، لا يتوفر فيه صرف صحي، لا يتوفر فيه حمامات مشتركة بين عائلات. ده بيبقى له مردوده على الصحة، بيبقى له مردوده على المجتمع بالكامل. النهارده ان انا افضي المناطق دي بالكامل واحولها ل سكن ادمي لاماكن حضاريه وسكن ادمي، وبعمل له نادي وبوفر له مساحات خضراء ومصاعد. وده لا ده هو بياخده بيقول له تعالى سيب فرشك وتعالى بشنطه هدومك وتفضل، وبيسكنه. ومش هو اللي احنا شفناه في القاهره بس ولا في اسكندريه، لا النهارده الخطه موجوده في جميع بدائل العشوائيات، موجوده في جميع المحافظات على فكره، مش في القاهره واسكندريه بس اللي احنا بنشوفهم او هي بنسمع عنهم. الاهتمام بسينا بصعيد مصر كل المناطق على دي ما كانتش بتاخد حق
حقها من المشروعات، لكن بنشوف النهارده كافة المشروعات اللي بتقيم الدولة للمواطنين موجودة في كل ربوع مصر. هذا العدد الكم الكبير من سكان مصر، النسبه الكبيره من سكان مصر اللي ساكنه في العشوائيات، انا هبقى منتظر منه ان هينتج طفل منتج او طفل لا يقدر طبعاً، يشارك لا. في حياتنا في الحياه العامه في مصر؟ لا، مش هلاقي. فانا النهارده لما باخده النهارده واسكنه واعيشه في حياه ادميه لائقه، لازم اكيد مستوى ادائه هيتغير، مستوى حبه للبلد أكيد هيتغير، أكيد الانتماء ده مستوى طبعا. انتاجه هيتغير. أكيد. حضرتك لما كنا بنتكلم قلت الموضوع هو ليس بناء فقط، ولكن في المشروعات اللي بتحقق الإنتاج، ودي كمان ليها دورها المهم جدا في الحياة الاقتصادية. طبعا طبعا ما هيش اسكان. اولا كقطاع التشييد النهارده برضو ما ننساش ان هو العماله المباشره في قطاع التشييد بتمثل رقم في كبير مصر. جدا، ده غير لما نقول العمالة قطاع عمل الغير في حدود مباشرة. 30 مليون، يعني في 4.5 مليون عمالة مباشرة. عماله مباشره. آه. ده غير الصناعات التكميليه اللي هي في حدود اكتر من 100 صناعه مكمله للموضوع ده. دي يعني القطاع ده بيساهم في الناتج المحلي، من اكبر القطاعات اللي بتساهم او بيسموه قاطره التنميه. 19% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر قطاع التشييد والبناء في اخر سنتين، او يعني في اخر 10 سنين فاتوا. رقم لا يستهان به. فما اعرفش ساعتك بتتكلمي في ايه، بتسالي؟ يعني عموما كمان حضرتك اتكلمت عن العماله الغير مباشره، وايضا العماله المباشره، وفي ايضا العماله الغير مباشره، ودي ايضا استفادت ما العماله من هذه المباشره اللي هي المشروعات. العامل، البنا، النجار، الحداد. العماله اسمها الغير منتظمه، الغير أيوة. يعني العامل الغير مؤهل بشهاده جامعيه او بشهاده يشتغل بيها. انا بيجي بيتعلم مهنه وبسرعه وبيشتغل. دي 4.5 نقطه طبعا مليون. مهمه ده جدا. لو اضفنا بقى المكاتب الاستشاريه والمهندسين والموظفين والكلام ده، ممكن الرقم ال 4.5 مليون ده يعدي ال 5.5 مليون. اكيد اكيد. انا في النهايه بشكرك يا فندم، تحت أمرك شرفتنا ونورتنا، تحت أمرك. واشكر كل مشاهدينا، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. تحيا مصر. شكرا لكم. شكرا يا فندم.